تعالوا بقى النهارده ما نعمل فايش الأفران السريع بدون بقى خميرة اللبن، ويا ترى بقى هتنجح معاكي ولا مش هتنجح. وبصي لا، الفايش بتاعنا النهارده انت ضمناه مليون المية ان هو هينجح معاكي. لو انت بقى فاكرة ان هو صعب وبتستسهله كده وتشتريه من الأفران، لا تعالى ما اقولك النهارده انك هتعمليه بأبسط وأسهل طريقة، وبجد هتعتمديه دايما وعمرك ما هتشتريه تاني من بره. هش كده ومقرمش وما شاء الله عليه تحفة. شايفين ازاي قد ايه هش وقد ايه ان هو مفرغ من قلبه، ما شاء الله عليه تحفة. اسمعوا بقى الصوت الحلو ده. ما شاء الله يفتح النفس يا بنات. يلا بقى قوموا تجربوه واشتركوا في قناتي لو انتوا لسه مش مشتركين، ولو شايفين ان انا استاهل الدعم يا ريت تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم. وتعالوا نسمي ونصلي على رسول الله ونبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه معايا كوبايه بحط فيها معلقه صغيره بس تكون مليانه من الخميره الفوريه. ببتدي ان انا انزل عليها بمعلقتين كبار من السكر، وببتدي انزل عليها بنص معلقه صغيره من الملح، وهحط هنا نص كوبايه من الميه. دي مش مقدار الميه كله اللي معايا، بس انا بحط كده نص كوبايه بختبر الخميره بتاعتي. يعني لو انت مش واثقه فيها اعملي الحركه دي، لو انت واثقه فيها خلاص اشتغل على طول في البوله بتاعتك اللي هتشتغلي اللي هتعجني فيها. ببتدي ان انا اقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وادوب كويس قوي السكر معايا مع الخميره. بنزل هنا بمعلقه كبيره من الكركم، مش بحط عليه بودرة زعفران. بودرة الزعفران اصلا اللي عند العطار بتبقى واخدة يعني لون، مش بتكون بودرة الزعفران اللي هي الاصلية. ولكن يا بنات كده بودرة الزعفران بتبقى غالية جدا جدا ومش هنعرف ان احنا نجيبها. بس هنقلب كل المكونات بتاعتنا دي مع بعضها، ونبدأ بقى ان احنا نجيب البولة بتاعتنا. هنحط هنا نص كيلو من الدقيق. طبعا احنا هنشتغل النهارده بالميه، يعني احسن حاجه لو انت مش متوفر عندك اللبن ما فيش اي مشكله، هنشتغل بالميه. لو حابه تشتغلي باللبن بدل الميه برضو اللي يريحك، ده ينفع وده ينفع. بعد ما تلاقي بقى الكوبايه الخميره بتاعتك يعني بقت فيها فقاعات كده، يبقى هي شغاله معاكي. لو ما لقيتهاش عملت اي تفاعل يبقى هي كده بايظه، وما تشتغليش بيها خالص عشان مش هتنجح معاكي العجين بتاعك. هتبتدي بقى ان انت تحطي معايا الخميره ونقلب بقى كويس جدا مع بعض. هبتدي بقى ان انا احط بقى هنا الميه شويه بشويه، مش بنزل بيها في الاول مره واحده. انا اختبرت الاول نص كوبايه في الخميره وبعد كده بنزل بالميه شويه بشويه. يعني ممكن تاخد معاكي كوبايتين ميه، وممكن تاخد معاكي كوبايه ونص من الميه على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه وشربه للسوائل. بعد ما عجنت شويه بالشكل ده هبتدي ان انا احط ربع كوبايه من السمنه. السمنه هنا انا مسيحاها وحطيتها بصوا حطيت ربع كوبايه بس. لو انت عايزه تنزلي بربع كوبايه من الزيت مفيش اي مشكله، حابه تحطي زيت على سمنه مفيش اي مشكله برضو. هتبتدي ان انت تعجني في العجينه بتاعتك لغايه اما تبقى بالملمس الناعم الحلو ده. يعني مش هتلاقيها بتقطع معاكي. لو لقيتيها كده بتقطع معاكي والعجينه مش مظبوطه يبقى هي كده لسه محتاجه ان انت تعجنيها تاني لغايه اما الملمس بتاعها يبقى ناعم بالشكل ده. هنبتدي بس ان احنا نغطيها ونحطها في البوله بتاعتنا ونغطيها بكيس بلاستيك. وهتبتدي ان انت طبعا احنا في الجو برد، يعني تسيبيها تخمر معاكي نص خمر، يعني مش هنخمرها خمر كامل. انا بغطيها بورقه بلاستيك. وبعد كده عايزه تخمريها بسرعه في الجو البرد ده تعملي ايه؟ هتفتحي الفرن بتاعك وتجيبي شويه ميه سخنين في حله، وهتحطي العجينه بتاعتك دي في البوله زي ما هي كده على الرف اللي هو الوسطاني على الشبكه، وتحطي الميه السخنه من تحت ميه البخار بقى، وتقفلي الفرن. البخار هيخليلك العجينه بتاعتك تخمر بسرعه ومش هتغيب معاكي. وتبتدي بقى ان انت تطلعيها، بس احنا بنخمرها نص خمر يا بنات، مش بنخمرها خمر كامل، ماشي؟ هبتدي ان انا اجيبها واقسمها على نصين بالشكل ده، وابتدي بقى ان انا اكورها على كورتين. نص كيلو من الدقيق هياخد معاكي كورتين للفايش. لو هتضاعفي الكميه وتعملي كيلو من الدقيق يبقى هتطلع معاكي 4 كور من العجين بتاعك. تمام كده. هتبتدي بقى ان انت تكوريها وتسيبيها بس دقيقة او حاجة تريح معاكي، او تشتغل على طول ما فيش اي مشكلة. انا اشتغلت هنا على طول. هبتدي ان انا اجيب اول كرة وهبتدي ان انا افردها بالشكل ده. ما تفرديش قوي يعني يعني بتكون سمكها لا هو تخين قوي ولا هو رهيف قوي. بفردها بقى زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا ملاحظين بالشكل ده، لا هو تخين قوي ولا هو رهيف قوي. وهبتدي بقى ان انا زي ما يكون كده بعمل عيش فينو. بعد ما فردتها كويس هبتدي بقى ان انا اسويها كده. اسوي الحروف بتاعتي بس بالراحة كده، وبعد كده الفها زي العيش الفينو بالظبط. بصوا انا بحاول ان انا اسويها كده زي مربع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي بقى ان انا الفها كده، الفها رول بالشكل ده. بصوا انا بلف وبضغط عشان بحيث ان هي ما تكونش يعني مفرغة من قلبها.
وانا بضغط كده وبلف وبساوي الاطراف مع يعني كلها بسوي واحد بالشكل ده، وهبتدي بقى ان انا اقفل بالشكل ده، اقفلي كويس جدا معاكي عشان ما تفتحش. بصوا بالشكل ده بتقفلي من الجنبين وبعد كده بتضغطي عليها كده. بصي ما تفردهاش قوي، يعني ما تفردهاش قوي بعد ما عشان ما ترهفش معاكي، لا بحجم الصينيه اللي انا عاملاها دي. بحطها هنا في القالب بتاعي وبسيب من هنا شويه وبسيب من هنا شويه، عشان انتوا طبعا عارفين ان هي لسه هتخمر معايا. يعني ما تحطهاش على حرف الصينيه بالظبط، لا سيبي شويه من حرف الصينيه، بعد حرف الصينيه وبعدين حطيها، وبعد كده هتحطي التانية في رحم. انا مش قصدي ان انتوا ما تلزقهمش في بعض عشان هما لسه هيخمروا. بصوا انا بعمل التانية بالشكل ده، وهعملها زي ما عملت الاولانيه بالظبط. يا ريت كده لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه يا بنات اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل وصفه يوصل لكم اشعار بيها. ويا ريت يا بنات ما تنسوش تحطوا لي لايكات حلوه على الفيديو بتاعنا عشان بجد يعني يرفع الفيديو وناس تانية تدخل معانا القناه وتشوف الفيديو بتاعنا النهارده. تمام كده. بس ببتدي بقى ان انا الف الرول بتاعي زي ما لفيت التاني بالظبط. بصوا انا زي ما بتلف العيش الفينو كده، وهتبتدي ان انت تقفليه من الجنبين. بعد ما خلصته بالشكل ده ببتدي ان انا اجيب الصاج بتاعي، وشايفين انا بسيب حبة من هنا وحبة من هنا عشان هو لسه هيخمر معايا. بصوا بوريكم اهو. بس كده هو خد الصاج بتاعي الاتنين خدوا في الصاج واحد. ببتدي بقى ان انت تسيبيه لما حجمه يتضاعف معاكي خالص عشان يبقى معاكي هش كده وانت بتاكليه ما يكونش مكتوم، لا سيبيه لما يخمر براحته. وبرضو لو عايزه تخمري عشان انتوا برضو عارفين ان الجو برد ومفيش حاجه بتخمر بسهوله كده، زي ما قلت لك حطيه في الفرن وحطيه في الرف الوسطاني وحطي تحته كده ميه سخنه، بس ما تكونش لازقه في الصينيه العجين بتاعتنا، لا بتكون بعيده عنه شويه. هتخمر معاكي وحجمها يتضاعف بالشكل ده. هتبتدي ان انت تشغلي الفرن تكوني مسخناه من قبلها كويس، وبعد كده هتحطيه وتوطي عليه خلاص تهدي عليه لما ياخد اللون الذهبي التحفه اللي انتوا شايفينه ده، ياخد اللون الحلو ده من تحت ومن فوق. وهتبتدي ان هو تطلعيه بقى وبيكون استوى معاكي بالشكل ده. ما تعليش النار عليه عشان مش هيكون استوى وقلبه من جوه هيكون عجين لو عليتي عليه النار، لا احنا بنعلي النار في الاول وبعد كده بنهدي النار عشان يستوي بالشكل ده وياخد اللون الحلو. انا بصوا مشغلتش من فوق خالص، انا كنت مشغله من تحت بس، هو اخد اللون الحلو ده معايا كده لوحده. بصوا ما شاء الله تحفه. اهم حاجه انك تسيبيه يخمر لما حجمه يتضاعف جدا جدا زي ما انتوا شايفين الحجم بتاعه عامل ازاي، عشان يطلع معاكي في الاخر هش، وكل حته فيه كده تكون مفرغه وما يكونش تخين سمكه تخين معاكي. تمام كده. بتبتدي بقى ان بعد ما طلعتيه من الفرن بتسيبيه بقى كده لما يهدى معاكي خالص، ما تقطعوهوش غير لما يهدى معاكي خالص عشان ما يتفرفتش معاكي. شايفين ما شاء الله شكله تحفه ازاي، واخد اللون الذهبي ما شاء الله. هنقطعه بقى ونشوف قلبه من جوه عامل ازاي. بصوا انا بحب ان انا اقطعه يعني مش سميك قوي، بحب ان انا اقطعه كده زي بتوع الافران بالظبط، يعني بتبقى السمك معايا رهيف مش تخين، عشان لما تيجي تاكليه كده تعرفي تاكليه يبقى خفيف معاكي ما يبقاش تخين. بصوا اي سكينه عندك بتكون مشرشره او منشار هيقطعه بيكون تحفه معاكي بالشكل ده. شايفين قلبه مفرغ من جوه ازاي وهش كده وتحفه زي ما قلت لك، والملاحظات اللي انا قلت لك عليها عشان يطلع معاكي بالجمال ده. اقطع بقى كل الكمية بتاعتي وابتدي بقى ان انا ارصها في الصاجة واحطها في الفرن بقى تتحمص معايا. بصوا لو انتوا عايزين تحمصوا رغيف واحد وتشيلوا الرغيف التاني قطعوه وحطوه في الفريزر، ولما تيجي تحمصيه تطلعيه كده يهدى معاكي من الفريزر وبعد كده حمصيه، بيبقى حلو قوي لما تشيليه عندك في الفريزر. ما شاء الله الافطار الصبح وشايفين قلبه عامل ازاي تحفة. وانتوا عارفين الجو البرد ده بيحتاج المعجنات الحلوة دي على طول بقى، اعمليه ان شاء الله يطلع معاكي تحفة. ولا خميرة لبن بقى ولا تعملي يعني تغيبي في خميرة اللبن من قبلها ب24 ساعة عشان تعمل معاكي، وممكن تفشل او تنجح، فانت اعملي الفايش السريع ده هيبقى تحفة معاكي. قطعته كله بالشكل ده ورصيته في السيجان بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا بصوا النار هادية خالص، النار هادية خالص عشان يتحمص معاكي وما ياخدش لون، لا انا عايزاه يتحمص معايا وما ياخدش لون في نفس الوقت. بصوا ما شاء الله خلاص حمصته كده في الفرن
وبقى بيقرمش معايا وتحفة. زي ما قلتلك لو انتي عايزة تحمصي صاجة واحدة وتشيلي التانية في الفريزر براحتك بقى، الحاجة اللي تريحك اعمليها. ولو انتي كمان عايزة تعجنيه بلبن مش عايزة تعجنيه بمية برضو ده يرجع عليك. شايفين ما شاء الله تحفة يا بنات، اعملوه ان شاء الله وتجربوه هيطلع معاكي بالجمال ده. شايفين ما شاء الله الفطار بقى للعشاء وانتي قاعدة في السهرة كده معاها كوباية شاي بلبن او حتة جبنة بخيارة، بجد هيبقى تحفة معاكي. شايفين شكله بيقرمش كده وطعمه خطير احلى من بتاع الافران والله. يعني جربوه بالطريقة دي ان شاء الله هيعجبكم، واخد اللون الحلو ده زي ما انتوا شايفين كده وهش وتحفة. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة، ولو عجبكم ما تبخلوش عليا بقى ان انتوا تقولوا لي كده في الكومنتات عجبكم وتكتبوا لي كده ملاحظاتكم فيه. واي حاجة انتوا عايزين تسألوني فيها قولوا لي في الكومنتات وانا برد على اي حد بيسألني سؤال. وكمان هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف للي عايز المقادير بالظبط ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف. قد ايه ان هو تحفة وقد ايه ان هو هش كده ومقرمش وبيشرب اللبن بتاعي او بيشرب الشاي اللي هتعمليه وبجد تحفة. شايفين بصي تحسي كده ان هو كيكة، يعني تحسي ان هو كيكة مش فايش خالص. ما شاء الله هش وتحفة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يستاهل اللايكات الحلوة بتاعتكم ويستاهل كمان ان انتوا تدعموا القناة وتوصلوها كده لاكتر عدد من الناس، عشان بجد الفيديوهات انا بتعب عليها وبستنى ان انتوا تشجعوني عشان انزل لكم فيديوهات تانية. يا رب يكون عجبكم الفيديو، متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يا بنات كل ما انزل وصفة يوصل لكم اشعار بيها وتشوفوها حصري. بصوا ما شاء الله عايزة اقول لكم ان هو تحفة، جربوه بقى ان شاء الله هيعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.